اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. انا مينا من كاميرا هاوس اسوان، وفيديو النهارده هجاوب سؤال بيتسال ليا كتير في الفتره الاخيره. يا مينا، انا محتاج اشتري اوكتا بس مش عارف اشتري اوكتا 90 سم ولا اشتري اوكتا 120 سم. فيديو النهارده هنعرف الفرق بين الاتنين وازاي تختار اوكتا تناسب احتياجك. بص، القاعده العامه للاضاءه ان كل ما حجم الاضاءه يزيد ويقترب من الهدف تكون الاضاءه انعم، كل ما حجم الاضاءه يصغر ويبعد عن الهدف تكون الاضاءه حاده. بالتالي نستفاد ايه؟ لو انت مثلا بتصور مثلا في الداخل استخدم حجم اكبر اللي هو اوكتا 120 لان الاضاءه هتكون انعم. بتصور منتجات حجم اكبر، بتصور اكل حجم اكبر، بتصور اي حاجه داخليه حجم اكبر، او لو بتصور في الظلال لانك بتحتاج اضاءه ناعمه مش محتاج اضاءه قويه. لو بتصور في الخارج يفضل تستخدم اوكتا 90 مثلا او 70 لان الاضاءه في الخارج بتكون قويه، محتاج حاجه تكون في قوتها. يعني مثلا اضاءه الشمس بتكون حاده وجايه على الوجه مثلا عامله ظلال هنا ظلال هنا، فمحتاج اضاءه تكون اقوى عشان تشيل الظلال اللي في الوجه. انما لو استخدمت مثلا اوكتا 120 وكمان تكون بعيده عن الهدف، ده غير انك ممكن تكون بتستخدم فلاش 520 او 560 اللي هو اصلا ضعيف، هتجد الاضاءه ضعيفه جدا. انما لو استخدمت طبعا اضاءه تكون حجمها اصغر بالتالي الاضاءه هتكون حاده او اقوى. ال90 اصغر من 120 بالتالي اضاءتها اقوى. طبعا انت في الصبح بيكون في اضاءه اصلا في المكان، فانت لما تستخدم اضاءه ناعمه مش هتحس ان في تاثير، لازم تستخدم اضاءه اقوى منها. وهتلاحظ الموضوع ده لو بتستخدم فلاش ديسك اللي هو 30 سم، هتجد الاضاءه حاده وبتلسع. فانت كل ما يزيد حجم الاضاءه تكون انعم. يعني انت مثلا حابب تكسر الشمس، ما ينفعش تستخدم اوكتا 120 وكمان تكون حاطط فيها 2 ديفيوزر، كده الصوره ناعمه خالص، وخصوصا ان اغلبنا بيستخدم مثلا فلاشات ضعيفه زي 520 560 مش هدات. فانت لا، انت ممكن تستخدم الاوكتا 90 مع طبقه واحده، لان طبعا الاوكتا بيكون فيها طبقه خارجيه وطبقه من الداخل، ممكن تشيل من الداخل وتشتغل بالخارجيه فقط. وعندك الاجانب كمثال، مفيش اجنبي بيصور في الخارج سواء اشخاص او افراح بيستخدم اوكتا 120، هتجده دايما بيستخدم اوكتا يا 70 يا 90، وكمان بيستخدم عليها هدات مش فلاش يكون اضاءته ضعيفه. لان انت كل ما تزود حجم الاوكتا بتحتاج اضاءه اقوى. يعني عندك غرفه صغيره تحط فيها لمبه وغرفه كبيره تحط فيها لمبه، انا اللي هتنور اكتر؟ غرفه صغيره هتجدها كلها نور. فدي قاعده عامه، لو انت محتاج اضاءه اقوى وكمان بتصور في الخارج، اوكتا 90 افضل بمراحل. لو انت بتصور في الداخل سواء طعام منتجات او اشخاص حتى، استخدم حجم اكبر لانها انعم. بكده انا اتمنى اكون افدتكم وعرفتوا ازاي تختاروا الاوكتا المناسبه لاحتياجكم. انا مثلا لو مصور افراح بصراحه اختار ال90 لان اضاءتها اقوى كمان انعم وحجمها مش صغير يعني زي ال30 او ال60، لا 90 حجم مناسب. فكمان انت لو بتستخدمها الصبح تشيل الطبقه اللي في النص واستخدمها بحيث لو انت عايز تكسر الشمس، طبعا لو معاك فلاش قوي مثلا زي الفي 1 او مثلا 685 قوته الجي ان 60، غير طبعا لما تستخدم لي مثلا فلاش 520 او 560 ومع اوكتا 120. طب يعني لا، الاضاءه هتكون ضعيفه جدا جدا خصوصا لو انت بتصور في الخارج. بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال يتفضل في التعليقات، وانتظرونا في فيديوهات قادمه. سلام.